ليه ساعات بندخل مكان نحس إنه كاتم على نفسنا مع إن مفيش سبب واضح؟ السر مش في طاقة غامضة، غالبا في إشارات دقيقة حواليك، ريحة شبه ذكرى، صوت واطي، أو حتى ترتيب الأثاث. إشارات صغيرة بتفتح ملف ذكريات كامل. أول ما الإشارات دي تدخل الجهاز الحوفي المسؤول عن المشاعر والهيبوكامبس مركز السياق والذكريات، يقارنوا اللحظة بسيناريوهات محفوظة. لو في تشابه مع موقف مزعج، جسمك يسبق تفكيرك ويجهز إنذار مبكر على شكل توتر، دقات أسرع، رغبة في الخروج. الروائح بالذات قوية في استدعاء ذكريات سيرة ذاتية ومشاهد عاطفية، وبتنشط مناطق زي القشرة الحجاجية الجبهية والهيبوكامبس. عشان كده إحساس العودة للحظة بيبقى مفاجئ وقوي. الدماغ بيخزن سياق المكان، إضاءة، أصوات، وحتى تكرار وجودك هناك. لما السياق يتطابق مع ذكرى، الاستدعاء بيبقى أسهل، خصوصا في أماكن قليلة الزيارة، فيظهر الإحساس أسرع وأوضح. منظومة التهديد بتشتغل على مسارين. لو الإشارة كفاية، الجهاز الحوفي يرفع الاستجابة فورا، ولو مش واضحة بتلف دورة تانية لتحليل أدق، بس برضو أسرع من وعيك. المرة الجاية لو مكان حسسك بتقل، خد خطوة بره، غير الروايح أو الأصوات، افتح نور دافي، أو غير ترتيب المكان. تغيير بسيط في السياق يهدي الاستدعاء.